الفيلم بيبدأ بخناقة لفاي وميا وأختها ليندا. فاي مريضة نفسية ودايما بتحاول تفتعل المشاكل وتتخانق مع الناس، فبتتعارك مع ليندا وبيطلبهم مدير السجن دوني شخص سايكوباتي بيدير السجن بيستمتع بآلام الناس. بيبدأ دوني يزعق للبنات وبيهددهم إنه هيحبسهم حبس انفرادي وهيعرضهم لأنواع معينة من طرق التعذيب لو مبطلوش شغب وخناق، وإنه هيحطهم هما التلاتة مع بعض في زنزانة ضيقة جدا ومش هيدخلهم أكل لمدة 23 ساعة لو حد كسر القواعد مرة تانية. بيرجع البنات للزنزانة تاني وبيتكلموا عن كونهم عاوزين يهربوا، بس مية بتقول لها خلينا فاضل لنا 4 سنين ونطلع هانت يعني. المشهد اللي بعده بنشوف تعبان كبير بياكل بني آدم وبيحاول شخص ما إنه ينقذه، كلهم بيكونوا مجروحين وغرقانين في دمهم. وبتظهر بعد كده واحدة بتجري بسرعة وبتقول إنها لقت المفتاح اللي تطلع بيه بره البيت وبتقول له تعالى معايا. وبيطلع صوت بيقول لهم إن فاضل 5 دقايق على اللعبة، لكن وقت ما بتجربه بتكتشف إنه المفتاح الغلط والتعبان بيهجم عليها وبياكلها. وبيظهر شخص تاني بيسحب الشخص الأولاني واللي بنلاقيه يتسمم من التعبان وخلاص قرب يموت، وبيقول له لازم نهرب بعيد من هنا قبل ما يظهر روبوت شكله غريب. بيقول له إن هو آخر واحد فاضل وإن هو كده الكسبان في اللعبة دي، لكن بيفاجئه بإن هو كمان بيتاكل من تعبان كبير. دوني بيروح يقعد مع ست لابسة اسود في اسود وشكلها مريب كده شوية اسمها فانج، وبتطلب منه فانج انه يفرج عن 6 بنات من اللي عنده. دوني بيضحك وبيتريق عليها وبيستغرب الطلب بتاعه، بيقول لها بتاع ايه يعني افرج عنهم، انت مين يا ست انت وعاوزة ايه؟ فبتقول له ادي لك نص مليون جنيه. فبيقول لها عناية ليك يا ست الكل، بس عاوزة تفرجي عنهم ليه بقى؟ فبتقول له ان في ارواح بريئة تستحق الحياة وانهم ممكن يكونوا ابرياء والدنيا ظلمتهم. فبيقول لها ان المساجين اللي عنده مش ابرياء خالص وانهم كلهم جايين في جرائم خطيرة. فبتقول له ما تقلقش وانها بتعرف تتعامل مع النوع ده كويس قوي، وانها هتخليهم يلعبوا معاها لعبة بسيطة قبل ما تديهم حريتهم. وبتقول له انت كل اللي ليك انك تاخد فلوسك كاملة صح وتسلمني البنات وملكش دعوة بعد كده. وبتيجي الكاميرا عليها وهي بتكلم تعبان كبير وبتقوله انها هتجيب له هدية قريب. بيوافق جوني على عرض فانج وبيكلم الحارس بتاع السجن انه يجيب له ال6 بنات اللي طلبتهم منه فانج، وبيحضر البنات ال6 وبيعرض عليهم العرض بتاعه هو انهم هياخدوا حريتهم كاملة، بس هيطلعوا من عنده على فندق ال6 دي 1، هي 6 من اللي بيدعموا حقوق المرأة، وان دي فرصة ما تتعوضش وانهم كل المطلوب منهم انهم هيلعبوا معاها لعبة وبعدها يمشوا. الخوف والقلق بيسيطر على البنات واللي بيكونوا مش فاهمين المفروض يعملوا ايه، لكن ده الحل الوحيد اللي هيخليهم يطلعوا من سجن دوني. فبيسألوه لعبة ايه وبيقول لهم انه ما يعرفش حاجة اكتر من كده وان ده اللي هي قالته، وبيبدأ يغريهم بان كل واحدة فيهم سجلها هيرجع نضيف من تاني وتخرج من السجن ولا كأنها دخلت قبل كده. وبالفعل بيتم اغوائهم بده وبيوافق كلهم واحدة ورا التانية انهم يروحوا يلعبوا اللعبة دي في مقابل انهم يطلعوا من السجن. بتوصل العربية اللي هتاخد البنات تنقلهم للفندق وبيكون سايقها أندرو واخوه. أندرو بيحس ان في حاجة غلط في الموضوع ده وضميره بيأنبه، بيبقى عاوز يتراجع عن الموضوع ده، بس توني بيغريه بالفلوس الكتير اللي هياخدوها لما الموضوع ده يخلص. وبينزل البنات وبيركبوا العربية. فاي بتستفز مايا تاني وبتبقى عاوزة تتخانق معاها، لكن أندرو وتوني بيرشوا عليها غاز بيخليهم يفقدوا الوعي وبيتحركوا بالعربية وبيوصلوهم للفندق. بيوصل البنات الفندق ده وبيلاقوا نفسهم ملفوف على رقبتهم طوق اسود. بيبدأ توني يتعامل مع البنات بعنف وبنشوف أندرو متضايق من ده. بعدها فاي بترجع تحاول تعمل خناقة مع مية تاني وبيتدخل توني وأندرو فإنهم يوقفوا الخناقة دي، وبياخدهم لفانج اللي تشرح لهم إنهم هيشاركوا في لعبة، واللعبة دي عبارة عن إنهم يحاولوا يهربوا من التعابين بتاعتها اللي هتحاول تاكلهم، وإن اللعبة هتستمر لعدد معين من الساعات، ولو عدى الوقت ده وما كانوش يتاكلوا وقتها يقدروا يمشوا ويبقوا أحرار. بتعترض واحدة من البنات وبتقول إنها مش حابة تلعب اللعبة دي، فبتقول لها فانج براحتك وأنا اللي عاوز يمشي يمشي براحته. فبتبص لهم البنت دي وبتقول لهم يلا كلنا نمشي، بس ما حدش بيروح معاها. وبمجرد ما تروح البنت دي الباب عشان تمشي فبيظهر تعبان عملاق بيهجم عليها، وبنسمع صوت البنت دي وهي بتقول ان التعبان ده اكل دراعها، وبيتوالى صوت الصريخ بتاعها. باقي البنات رعبهم بيزيد من اللي حصل، ومية تسألها انت ليه بتعملي كده؟ فبتقول لها ان دي لعبة مسلية بالنسبة للتعابين بتاعتها، وان التعابين بيحبوا ياكلوا الاناث من البشر البنات يعني. بتعرف كمان ان في 209 كاميرا في المكان وان كل تصرفاتهم متراقبة. وبتبدأ اللعبة وبتختفي فانج والروبوت بتاعها، وهنا فيا مش عاوزة تبطل تصرفاتها الحمقاء ومن تاني بتروح تهدد مية، لكن المرة دي ليندا بتخبطها في دماغها جامد لحد لما بتفقد الوعي. وبيعدي من قدامهم تعبان كبير وبيهجم على مية اللي
بتهرب بسرعة وبتستخبى ورا باب كبير بيتقفل عليها. وبنشوف بعدها أندرو وهو واقف ندمان على اللي عمله وإنه شارك في حاجة زي دي، وبيقول لأخوه إنه هما مش قاتلين، بس أخوه بيقول له إن هما مالهمش دعوة بكل ده، وإن هما بيعملوا مهمة بسيطة عشان الفلوس مش أكتر، لكن هما لا هيقتلوا حد ولا ليهم دعوة بحد، وبيحاول يقنعه إنه ما عملش حاجة غلط، وإن ده مخرجهم الوحيد عشان يطلعوا من الفقر، وإنه لو ما عملوش كده هيفضلوا فقراء طول العمر. ميا مقفول عليها الباب ومش عارفة تطلع بره عشان خايفة التعبان يقرب لها، فبتلاقي أندرو جاي لها وبيعتذر لها وبيقول لها ما تخافيش مش هأذيكي، وبيقول لها إنه ما كانش يعرف كل ده، وكان فاكر إن وظيفته بس إن هو ينقلهم مش أكتر، لكن ما كانش يعرف إن دي لعبة وإن كل ده هيحصل، وبيحاول يطمنها إنه مش هيأذيها، وبيقول لها إن شكلها بريء وغريبة يعني إنها تيجي هنا أو إنها تكون مسجونة يعني. فبتقول له ميا إنها ما ارتكبتش جريمة أصلا، وإنها كانت بتلعب مع مرات أبوها في البلكونة فوقعت وماتت، وإنهم فكروا إن هي اللي قتلتها وهي قاصدة، لكن هي ما قتلتهاش ولا كانت تقصد، وإن وقتها ليندا أختها اضطرت إنها تقول إن هي كمان شاركت في الجريمة معاها عشان ما تسيبهاش لوحدها، لكن في واقع الأمر هما الاتنين اتظلموا وما كانش في جريمة قتل ولا حاجة. بيكمل أندرو كلام معاها وبيقول لها إن هما كمان ناس محترمين لكن اضطروا يجوا هنا عشان الفلوس بس مش أكتر، وإنه هيساعدها تخرج، وإنهم لازم يتحركوا من هنا دلوقتي، وإن هي ما تخافش من حاجة وهو هيأمنها كويس وهينجح يخرجها، ومجرد ما يطلعوا لبره التعابين بتهجم عليهم. لكن أندرو بيقف لهم وبيحاول يليهم لحد لما ميا تهرب، وبتسأله ميا ليه بتعمل كده، فبيقول لها إنه حاسس بالذنب عشان هو السبب اللي خلاها تيجي هنا، وبيقول لها اهربي بسرعة، وبتمشي ميا بسرعة. كل اللي فات ده حصل قدام توني، وكان بيشوفه هو وفانج في الكاميرا، واللي بدأ ينهار عشان أخوه مات. بدأت فانج تقنعه إنه مات بسبب ميا، وإن هي ما كانتش عاوزة تقتله، بل بالعكس هي بتحبهم جدا وعاوزاهم معاها في كل حاجة، وبدأت تحكي له هي بتعمل كده ليه، وإن التعابين بتاعتها معدلة جينين ومش بتموت من الرصاص، وإن حتى لو قسمتها نصين كل نص فيهم هيتحول لتعبان كمان. وسألها بتعمل كده مقابل إيه؟ وقالت له انها بيتبعت لها فلوس كتير من ناس في الديب ويب مقابل انهم يتفرجوا على العروض دي، وان معاها جهاز تحكم في التعابين دي، وانها عاوزاه معاهم ويكملوا سوا وينضم ليهم. في الوقت ده باقي البنات كانوا بيحاولوا يهربوا بالفعل، ووصلوا للعربيه اللي بره وقالوا انهم هيقدروا يدوروها من غير مفاتيح بطريقه معينه، بس هيستنوا ميا اما تيجي ومش هيتحركوا من غيرها. وفعلا ميا بتجيلهم وبيركبوا العربيه. فانج بتفتح مايك كبير وبتكلمهم من خلاله، وبتقول لهم انهم مش هيقدروا يهربوا بسبب الطوق اللي في رقبتهم، وبتضغط على زرار بيخلي الطوق ده يخنقهم جامد. فبيلاقي البنات انهم محاصرين من كل حته، وبيهجم عليهم تعبان كبير جدا، وبيبداوا مطارده جديده، لكن محدش بينجح انه يهرب من التعبان المره دي الا ليندا. وبكده بيكون مش فاضل حد عايش غير فاي وليندا واختها ميا. فاي بتفوق من الإغماء اللي دخلت فيه وبتطلع فوق السطوح، فبتشوف الشمس وبتفتكر إنها كده قادرة تهرب، وإنها الوحيدة اللي هتنجح فيهم إنها ترجع حرة، لكن بيهاجمها تعبان كبير جدا برضه. بيجري البنات من التعبان اللي هجم عليها في العربية، وبيوصلوا عن مصدر للشمس فبيقربوا منه، وبيطلع نفس السطوح اللي فاي كانت واقفة عليه، وبتظهر فاي تاني وبتطلع ما ماتتش من هجمة التعبان، وبيكون معاها سكينة مسمومة وبتهجم بيها على ليندا وبتطعنها بشراسة شديدة لحد لما بتتسمم، وبتودع أختها بتقول لها إنها شخص قوي وهتقدر تطلع، وبتموت بعدها. فاي بعدها بتروح وتشتم ميا وبتحاول تقتلها هي كمان. ميا بتقول لها إنها مش خايفة منها، وبتمسك فاي السكينة، وقبل ما تقتل بيها ميا بينقض عليها تعبان كبير وبياكلها هي كمان عشان ما يتفضلش غير مايا. الوقت بتاع اللعبة كان قرب يخلص ومفضلش غير مايا. فانج بدأت تقنع توني انه يروح يقتل مايا وانه ينضم للفريق بتاعها، وبيروح فعلا توني وبياخد سلاحه عشان يقتل ميا. واول لما بيقرب منها بيوشوشها وبيقول لها انهم متراقبين بالكاميرات، وانها تمثل كانهم بيتعاركوا، وبيدلها على مكان الكاميرات مش كشفاه قوي، وانهم هيمثلوا كانها بيضربوا بعض ويطلعوا يجروا على هناك، وهناك يتكلموا ويتفاهموا سوا. ماشي ماشي. وبالفعل بيعمل توني نفسه انه هيضرب ميا، وبتتفاداه وبتطلع تجري منه، وبيجري وراها لحد لما بيوصلوا للمكان اللي ما فيهاش كاميرات، وبيعتذر لها توني عن انه هو اللي جابهم هنا، وانه عاملها وحش، وان الناس دول قتلوا اخوه، فبتقوله انها كانت مع اخوه ساعه ما اتقتل، وبيبدا يحكي لها عن اللي فانج قالته، وبيوصلوا ان مفيش حل يخليهم يهربوا غير انهم يوصلوا للجهاز اللي بتتحكم من خلاله في التعابين. وبتسال ميا ما قتلهاش ليه بالرصاص، فبيقول لها انها مش بتموت بالرصاص، فبتقول له لازم نحاول نقتلها، وبيقول لها اهم حاجه نخرج من هنا. وبيطلع فيه مايكات في الحته اللي هم واقفين فيها، وبيبدا الروبوت بتنفيذ بروتوكول نهايه اللعبه، وفجاه بيظهر وبيقتل توني عشان ميا بكده تكون بقت وحيده تماما، وبتبدا تفتكر كل العذاب اللي مرت بيه في السجن وفي غيره، وبتفتكر ان اختها ماتت، وبتحاول تستجمع قوتها، وبتمسك الرشاش بتاع توني وبتحاول تواجه الروبوت، لكن الروبوت بياخده منها بكل سهوله، وبيقول لها انها عيله صغيره
ساذجة وأضعف من إنها تعرف تقتل، وبينشن المسدس ناحية دماغها، لكن بنتفاجئ بتعبان ضخم بيظهر فجأة وبياكله، وبكده يفضل لنا ميا وفانج وبس. ميا بتجري بسرعة وتدخل لفانج وبتمسك الجهاز اللي بتتحكم فيه في اللعبة تكسره، وبكده تقدر تقلع الطوق اللي لابساه على رقبتها، وبتبدأ تهدد فانج إنها هتقتلها، وفانج بتتوسل لها إنها ما تقتلهاش وإنها تنضم للفريق بتاعها، وإنها كده بوظت اللعبة، وده خطر عليهم هما الاتنين وبتتحايل عليها كتير. لكن ميا بكل سذاجة بتقول لها إنها ما بتقتلش حد وإنها مش عاوزة تعمل حاجة غلط، وبتسيب لها المسدس وبتمشي. عبيطة، قال يعني هتهرب من غير ما تقتلها. فبتطلع وراها فانج طبعا بالمسدس وبتهددها إنها هتقتلها، وبتقول لها ما تجريش كتير، هجيبك، وبتبدأ ترميها بالرصاص وبتجري منها ميا. لكن للأسف بتظهر التعابين الكبيرة مرة تانية، لكن بيحصل اللي محدش يتوقعه، والتعابين دي بتهاجم فانج وبتاكلها وبتهرب ميا، واخيرا بتحصل على حريتها للابد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو عجبكم الفيلم اضغط لايك وشير، وما تنساش تفعل الجرس، ونشوفكم في حلقة جديدة.